السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. معاكم ايمان خطاب من مطبخ كيتج وان. النهارده هنعمل وصفة جميلة، وصفة شتوية. السبانخ اليومين دول، السبانخ شهر 12 بيبقى عز السبانخ الجميلة الحلوة. يا ريت كلنا نعمل السبانخ عشان فيها نسبة حديد عالية تفيدنا وتفيد اولادنا. انا هنا جبت سبانخ اهي خضرة، بصراحه جميله، ما لقيتش فيها ولا ورقه صفرة. لو فيها ورقه صفرة بتشيلها، بس انا بصراحه خدتها من ست فلاحه كده كانت ماشيه، ما فيهاش اي ورقه صفرة. وطبعا بنغسلها. احنا الاول كنا بنغسلها غلط، بنقطعها وبعدين نغسلها، لا كده غلط. احنا نغسلها كويس جدا هي كده سليمه، عشان لما بتقطعيها وبتغسليها بتروح الفايده فيها. فانت اغسليها وهي لسه سليمه كده، تغسليها كويس. وانا قلت لكم قبل كده نغسل الخضار بمعلقه خل في الميه عشان يعقم لنا الخضار بتاعنا. فانا غسلتها كويس، وهنشيل طبعا، هنبشر اللي هو الحته اللي فوق الحمرا دي، لان دي بتدي طعم للسبانخ روعه جدا. فانا هاخد السبانخ بتاعتي اقطعهم واشوف هنعمل ايه في السبانخ. هنا بقى يا حبايبي عندي حله على النار عشان هنعمل ترتيحه السبانخ. هننزل بسمنه، بصلتين متقطعين صغير، يدوبك البصل بتاعي يدبل. بعدين هحط فصين من الثوم. هنا بقى يا حبايبي هنزل بمعلقه من الثوم، معلقه صغيره، وهشيل الباقي عشان هنعمل بيه دقه السبانخ. هجيب بقى الصلصه بتاعتنا الطماطم. هنا بقى يا حبايبي هنزل بمعلقتين من الصلصه الاول قبل الطماطم، عشان اي مواد حافظه ولا حاجه. حمصها كده شويه صلصه. هجيب بقى الطماطم، كبسه الطماطم انزل عليه. ومادام قلنا طماطم وصلصه يبقى ايه، شويه صغيره من السكر عشان زعقان الطماطم. مش هحط اي توابل دلوقتي، اما تاخد كام غلوه كده، مش تتسبك، تاخد كام غلوه. هنا بقى يا حبايبي انزل بالتوابل، ملح، سبع بهارات، شوية فلفل اسود، هقلب. هنزل بمعلقتين رز مغسولين. عايزة تحطي حمص تحطي. طبعا انا كنت سلقة لحمة، هناخد منها شوية شوربة. هسيب بقى الرز لما يدخل على السوا، بعدين هنحط اللحمه والسبانخ. هنا بقى يا حبايبي هنزل باللحمه بتاعتي، هتاخد غلوتين وبعدين احط السبانخ. هنا بقى يا حبايبي هنحط السبانخ بتاعتنا، هي كمان بتنزل ميتها وبتهبط.
عندنا بقى ربطة شبت وربطة كزبرة غاسلينها ومقطعينها وبرضه هنجيبها. فاكرين الرز اللي كانت في السبانخ اللي فوق دي اللي بتخلي السبانخ طعمها حلو؟ هنزل بيها. دي ربطة الكزبرة على الشبت بتخلي السبانخ طعمها حلو. زي كده. طبعا الرز مستوي واللحمه مستويه، مش هنخلي السبانخ يا جماعه تغلي كتير عشان الفوائد بتاعتها ما تروحش وما تسودش. نقفل عليها كده لغايه ما تستوي. هنا بقى عندي توم على كزبره على حته سمنه، ويا سلام لو سمنه بلدي، وهنحمرهم عشان نعمل الطشه بتاعه السبانخ الجميله اللي هتخليها طعمها حلو وريحتها حلوه، وهتستمتعي باحسن اكله سبانخ. بس كده نقفل على البوتاجاز بتاعنا ونفتح على السبانخ وادلق يا معلم. الله 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 على الريحه يا جماعه. كده شايفين الخضار بتاع السبانخ والرز اهو نفش فيها مع اللحمه. ناخد بقى السبانخ بتاعتنا دي ونغرفها كده يا حبايبي. غرفنا السبانخ بتاعتنا الجميلة وغرفنا الرز، وعندكم المخلل. عندي كذا فيديو للمخللات، عندي الليمون واللفت عاملاه بطريقة جميلة جدا، يا ريتك تبقي تدخلي وتشوفيه. ونعمل سبانخ للولاد شهر 12 بيبقى السبانخ فيها جميلة جدا وتبقى لسه طالعة. حطي للولاد السبانخ في اي حاجة، في المعجنات، في الاكل. لازم توكليهم الحاجات اللي الجسم بتاعهم بيكتسبها، الحديد الجميل اللي في السبانخ. وكده اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو كان عجبكم يا ريت ما تنسوا اللايك والشير وسبسكرايب تفعيل الجرس. بحبكم يا احلى متابعين في الدنيا من داخل مصر وخارج مصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.